قوم يا عم، هتفضل قاعد مستني لحد امتى الشخص اللي اذاك يجي يتأسف لك ويعتذر لك على اذيته ليك، وهو اصلا مش شايف نفسه انه اذاك، وشايف كمان ان هو محطوط في خانة اليك ومحطوط في خانة المظلوم، وقافل على نفسه ومتخيل ان انت اللي اذيته وان انت اللي ظلمته وان انت اللي المفروض تروح تعتذر له وتروح تتأسف له على اللي انت عملته فيه وانت ما عملتش فيه حاجة. هتفضل قاعد مستنيه لحد امتى؟ هتفضل قاعد بتضيع عمرك لحد امتى في انتظار الشخص دوت وهو مش هيجيلك وعمره ما هيجيلك؟ حبيبي، ربنا سبحانه وتعالى ما بيفوتش حق حد، واذا كنت انت مظلوم ربنا سبحانه وتعالى هيرد لك مظلمتك وهيرد لك حقك وهياخد لك حقك منه غصب عنه مش بمزاجه. حبيبي، انت مش عارف عن ربنا سبحانه وتعالى ان وما ربك بظلام للعبيد؟ يبقى تنام وتحط في بطنك بطيخة صيفي وما تستناش حد، ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك حقك غصب عنه مش بمزاجه. تتحرك في حياتك وتتقدم وتاخد خطوة لقدام، ما تفضلش قاعد مستني وزعلان ومتضايق. ده كان صاحب عمري، ده كان شريك حياتي، ده كان أعز واحد ليا في الدنيا بعد ربنا. حبيبي، مفيش حاجة اسمها كده. قوم وما تعطلش نفسك وما توقفش حياتك على ناس ما تستاهلش وما تستاهلش ان انت تكون في حياتهم، وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولو عجبك المحتوى دوس لايك وشير عشان تدعمني. السلام عليكم.